اسمع أبناء السادسة عشر أرجل الرجال لمعوذ ومعاذ قال يا عم أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا إن نجا. فانطلق إليه كالسهم حتى أردوه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم. كل يقول سأقول إنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء. ما قال هذا قوله إلا لما ترك آخرون. النقطة اللي أشار لها الدكتور علي، النقطة اللي قلت أبسط وجهه، ليس لأنه من أفراد الناس، بل لأنه قال إن الله والشيطان وجهان لعملة واحد، فمن استهان وامتهن حق الذات المقدسة فلا قدر له عندي ولا كرامة. إذن أين قاضي القضاة ووزارة الداخلية عمن يتكلم بزندقة وإلحاد وتطاول على نصوص شرعية وعلى أجهزة حكومية مثل جهاز الهيئة الذي يقول الله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة؟ هذا ترك الحمد يسرح ويمرح ولا أي إجراء ضده من قبل الدولة والمتطرفون ينتمون إلى نفس الخطاب، لأن المتطرفون تطرفوا في خطابهم. الدولة قد تكون مثلا أو الدولة بالأصح يعني متوازنة في الخطاب، ولكن المتطرف متطرف بالخطاب، لكن هو نفس الخطاب. هذا ترك الحمد يسرح ويمرح ولا أي إجراء ضده من قبل الدولة، لأن هناك ليبرالية علمانية مندسين في المناصب الحيوية في الدولة داخل الجهاز الأمني وفي المناصب العليا كمرتبة الوزير وما دونها. لأجل كذا يتم تبريد وتخفيف المسألة وهينة وحرية وطقها بسم الله. إلى حمزة كاشخري أقول لك اتق الله يا حمزة كاشخري. من أنت كي تسب رسول الله؟ من أنت كي تعتدي على رسول الله؟ من أنت كي تقيم رسول الله؟ من أنت كي تتخاطب مع رسول الله بهذا الخطاب؟ اتق الله يا حمزة كاشخري، اتق الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاتق الله يا حمزة كاشخري. وللأسف الشديد من أمثالك من يتجرأ على رسول الله، ولكن أقولها بملء الفي: عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله. ولكن إن كنت تعلم أن هناك ليس رجال مع رسول الله فنحن رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا حمزة كاشخري. إله الكون يا الحي الكبير، لا تؤاخذنا بفعل ننكره، مؤمنين في وجودك يا قدير، وبيننا جاحد وحق نحقره. ما نبي للكلب نسمع له زفير، وحق سيدنا محمد ننصره. يا رسول الله يا رسول الله، ذا جاهل حقير يبتغي بالسب نيل الجمهرة. أفتديك بروحي وطفل صغير، وكل شيء لجل حبك أخسره. العقاب الحل وبسيف شطير، العقاب الحل وبسيف شطير. عقب ذبحه ما يطب المقبرة، ذا نتاج الفلسفة يلمس تطير. مع غرورك واعتقاد المفخرة منكر الوجود جبار بصير. كيف نسكت يا العقول المبصرة؟ وين من دافع عن البهوى الخسير؟ انت فض محد غصبه وأجبره، أمس نسمع له صياح مع صفير، وما سمعنا اليوم شيء نذكره. إن صحنا طلعوا هرج كثير، ومن يسب الله قالوا نعذره. الشجاع يبين بالأمر العسير، وان تعرض له صعيب يطمره. والضعيف يبين بالأمر اليسير، قاعد ما هو برجل ولا مره. دافعوا فالوضع يا عالم خطير، وكل جذع نجس لازم نبتره. دافعوا فالوضع يا عالم خطير، وكل جذع نجس لازم نبتره. وكل جذع نجس لازم نبتره. وكل جذع نجس لازم نبتره. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الأسئلة اليوم كثيرة حقيقة، وكلها يقول أنا أهم من الآخر، ولكن كثر منها. احنا الإنسان إخوان إن شاء الله مطين مجتمعنا. طيب تبغى بعد الصلاة يا شيخ نأخذ شيء من الوقت يسيرا؟ اللي عندنا يصلون معنا. أي نعم. ولا جاينا زود حنا. طيب
ناخذ بعض الأسئلة. طيب أحسن الله. نعم. هو حقيقة السؤال الذي تكرر كثيرا هذا السؤال الذي بين يدي وهذه الثلاثة، هذا السؤال يتكلم عن الاستهزاء برب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إذا كان في عموما، وإذا كان في بلاد التوحيد كما كتب أحد السفهاء في هذين اليومين الماضيين في هاليومين الماضيين كتب أحد السفهاء كتابة غير لائقة، استهزاء صريح بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلادنا. نعم، وانتشر ذلك وتكلم عنه الناس كثيرا في الصحف في الانترنت يا شيخ باسمه الصريح. هو شاب سفيه يقال له حمزة كاشغرجي. حمزة كاشغرجي. كاشغري أو كاشغري. هذا من شو اسمه شماء من جهة سيبيريا. نعم. يعني من بلاد بخارى جزء من هنا. تريد أن أقرأ عليك شيء من كلامه؟ لا تقرأ شيء. نعم. هو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده وجعله ندا له، وأني أكرهه في بعض الأشياء، وأنني إذا رأيتك سأصافحك مصافحة الند بالند. يعني النبي. نعم. هذا لا. يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أن يقتل والتوبة إنما هي بينه لله، لكن حق النبي على الأمة أن تقتل من يتجرأ عليه، ولا يقالها الله تاب والتائب لا ذنب له. أحسن الله إليكم. خلال مسيرتكم القضائية هل مر عليكم أحد أقمتم عليه في هذا الشيء؟ مرة أحد حكمنا عليه، أحد ما أدري هو نفذ له، لكن حكمنا عليه بقتله ردة. بالقتل ردة. لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تركي الحمد، فأنا الآن أقول على الهواء مباشرة يجب على السلطات السعودية أن تعتقله. لماذا؟ لأنه قد أساء، ولأنه قد تجاوز، ولأنه يقول كلام غير مسؤول عنه قانون.